طيب حلو قوي. انا اول حاجه عايزك تفتحي لي البراند بتاعك، وتحكي لي كده عن الفيجن والدايركشن اللي كانت عندك وانت شغاله على البراند. طيب ماشي. بص، هو انا اول حاجه انت عايزني افتحه لك. تقدري تعملي شير سكرين من عندك ولا اعمل شير سكرين من عندي؟ يعني يا اللي ريت تعمل. اسهل لك. اوكي. كويس. ماشي. هو دريسد باي فيه انت. ثانيه واحده. طيب حلو قوي، يلا بينا. احكي لي بقى الفيجن والدايركشن بتاع البراند. ماشي. هو انا يعني انا كنت لسه متخرجه، وانا في الجامعه عايزه اعمل البراند. وبعدين بصراحه انا اول ما دخلت الكورس بدات بقى ان انا يعني افهم كويس الدنيا بتمشي ازاي. وكان كنت في الاول محتاج، يعني كنت الاول بفكر ان انا اعمله، لا انا هأجر لا كاتيليه او كده. بس بعدين لا، يعني لما فهمت بقى اللعبة بتاعت البراندز وكده هنا في الكورس، لا حسيت ان انا هعمله عادي. وبدأت اشتغل عليه على طول اول ما خدت الكورس. يعني اول ما دخلت بقيت شغالة عملي، وانا باخد الكورس انا بشتغل. حلو. فده طبعا ساعدني جدا ان انا مثلا ما اتفرجتش وبعدها بفترة بدأت أطبق. لا أنا كنت بطبق وأنا اوريدي في الكورس وباخد في اللايف سيشنز وكل حاجة. حلو بس قوي. الحمد لله بدأت والدنيا مشيت معايا كويس. طيب احكي لنا بقى بدايه من الفيجن بتاعت البراند، يعني ايه الرؤيه اللي كانت عندك وقررتي ان انا هبدأ بنفس الشكل ده وبنفس الدايركشن ده ومش هعمل مثلا تيشرتات؟ لا، ما هو بصراحة أنا من day one، يعني أنا زي ما بقولك كده، أنا من أول ما دخلت الجامعة وأنا عايزة أفتح دريسز بأي شكل. زي ما بقولك كده، كان في دماغي أتيليه، كان في دماغي إيجار، كان في دماغي حاجات. أنا عايزة أعمل دريسز وخلاص، ما كانش في دماغي فكرة إن أنا أعمل ستريت وير أو كده. حلو قوي، فانت كان عندك حب للجزئيه دي، مش داخله بس عشان يبقى عندي براند وخلاص وسط وسط كل الزحمه دي. بالظبط، أيوه. طيب جميل قوي، خليني اسالك بقى، انت وقتها كان مين التارجت اودينس بتوعك، او مين الناس اللي انت بتفكري ان انا عايزه ابيع لهم؟ البنات اللي هم مش بيلاقوا حاجات اوريدي جاهزة ان هم يلبسوها في المناسبة، من غير ما يضطروا يأجروا، من غير ما يضطروا يشتروا بأسعار عالية جدا، في حين ان كمان التفصيل بقى أسعاره غالية جدا. يعني انت لو طبعا البنات هتبقى فاهمة القماش بقى أسعاره عامل ازاي والتفصيل بقى أسعاره عامل ازاي. يعني دلوقتي أقل شخص بيفصل دريس سادة بيكون في رينج 2000 جنيه، وده لو حد فعلا مش بيفصل حلو قوي. فان انا امم. ابدا ديزاينز كويسه، البنات المحجبين اللي هم بيلبسوا شويه مودست يقدروا يلبسوها. ده هو بصراحه اللي انا كنت عايزه اعمله، ده التارجت بتاعي. وذاكرتي وقتها المنافسين في السوق؟ اكيد. اعتقد ده فرق معاكي صح؟ اكيد جدا. هو اوريدي البراندات اللي انا كنت المنافسه دلوقتي دول اللي انا كنت يعني اوريدي بشتري منهم وبتابعهم قبل ما ابدا. اوكي. يعني كنت دايما بتقول اعملي حاجه تبقى شبهك، تارجتي الناس اللي شبهك، وده بالظبط اللي انا عملته. بداتي تشوفي المنافسين في السوق، بداتي تذاكريهم كويس، وبداتي تاخدي ريفرنس منهم او تتعلمي هم شطار في ايه بالظبط. بالظبط. طيب حلو قوي، احكي لي بقى البروسيس ما قبل ان انت بداتي تعملي ادز وبداتي تبيعي. ايه اللي حصل بقى من الاول خالص لحد ما شغلتي ادز وبدا البيع معاكي يحصل؟ ماشي. يعني مثلا من اول بدايه التصنيع. من اول الفكره نفسها، يعني ازاي اخترتي مثلا الديزاينز بتاعتك؟ ماشي. انا كنت الاول بفتح بنترست، بعمل بفكر في شويه حاجات اعملها زياده كده. وبعدين رحت المصنع و... وساعتها بقى اتعرفت على الباترونست. اوكي. ده الحمد لله طبعا، ده حظي كويس، طلع شخص كويس قوي وساعدني قوي. يعني احنا كنا بنعمل ميتنج مثلا، بوريله كذا ريفرنس، ولا احنا هنحط ده مع ده وهنزود كده، وبقينا بنطلع الديزاين بشكل حلو. اوكي. آه، بس وبعدين المصنع بقى اللي عرفني على الباترونست ده،
الحقيقة انا ما كملتش معاه. هم مش عارفة انت فاكر ولا لا، بس ساعتها كانوا حرقوا لي ديزاين منهم كان بالسيل. فاكر لما انت اه كلمتينا وقلت لنا عن المشكله دي. بالظبط. فانا اه. ساعتها لا خلاص قفلت معاهم. بس المصنع التاني بقى الباترون ده لسه معايا. اوكي. اه بس المصنع التاني برضو جبته من الشيت. ماشي. بصراحة يعني انا مش قادرة اقول لك قد ايه انا ارتحت معاهم، وان الشيت دي بتفيدني، يعني بتفيدني جدا. الحمد لله. وبعد كده بدأتي بقى في مرحله التصنيع وخلصتيها. بالظبط. طيب، الحته بتاعت التصوير والكونتنت، يعني تعالي كده، انا هحط الكونتنت بتاعك على السكرين، لان الكونتنت اللي انت عاملاه، انت ما شاء الله مركزه قوي على الكونتنت بتاعك. ويعني انت من الناس اللي انا بحب اشوف الكونتنت بتاعهم، لان انت فاهمه لعبه الكونتنت بدري. ولو تفتكري انا قلت لك البراند ده هيوصل في حته كويسه قوي في وقت قليل. قلت لي ف عامل شغل. فانت ما شاء الله عامله كونتنت حلو قوي، ومعظم الكونتنت انت اللي بتصوري فيه. بالظبط، ده يعني انت اوضتي. اللي عامله الكونتنت بنفسك. برافو عليكي. يعني اه ما استنيتيش الفرصه بتاعت انا مستنيه اشوف كونتنت كريتور يعمل لي، لا ده انا مش عارف ايه. انت لا دلوقتي لا، تطبقي ده بنفسك. بالظبط. ده يعني كل الحاجات انا يعني انا في الاول عملت بروفيشنال شوت، عملته. ماشي. بعديها حسيت ان طب ها وبعدين هعمل ايه؟ فابتديت بقى ان بالظبط. اقف البس واصور في الاوضه عندي، والموضوع كان بصراحه حلو يعني. وبداتي تطلعي بقى الاودينس، الناس اللي اشترت من عندك، اعتقد يعني دي ناس اشترت من عندك ولا دول الكونتنت كريتورز؟ لا 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 خالص، دي بنت اشترت من عندي واشترت مرتين. ممتاز. هي ممتاز. مرتين من غير ما انا اطلب منها. كذلك برضو البنت دي. كذلك البنت دي بصراحه صاحبتي، بس هي يعني في النهايه من البنات اللي انا بتارجته. ده اوكي. انا. بس جميل قوي، يعني انت اللي بتعملي ده بنفسك. يعني اليوم ده انا قلت يعني كان عندي اتنين صحابي، قلت لهم يلا واحده فيكم هتنزل تصورني، وواحده فيكم هتصور معايا. اوكي. ونزلنا وصورنا هنا في ديستريكت 5، والموضوع كان كاجوالي جدا. وعملتوه بشكل حلو قوي. اه الحمد لله. وبتجيبي افكار الكونتنت دي منين؟ بص اصل احنا طول الوقت احنا كشباب بنعمل ايه؟ احنا طول الوقت بنشوف اه. فيديوز اون تيك توك وفي انستجرام والحاجات دي. فانا بالتالي يعني دماغي عارفه الشكل اللي الناس بتحب تشوفه. فيعني ما قعدتيش تفكري عايز اعمل حاجه مختلفه او كونتنت ما اتعملش قبل كده، انت شفتي ريفرنس لناس عامله كونتنت بشكل حلو، وبداتي امم تتعلمي منه، بداتي تقلديه عندك. بالظبط. ممتاز قوي. طيب تعالي بقى نتكلم على البيع بقى والفلوس. طب استنى، انا عايزه اقول حته في موضوع قولي الكونتنت ده. لي. حد هيشوف الفيديوز دي بعد ان شاء الله شويه. ماشي. اي حاجه قمر بيقولها يا جماعه قلدوها. يعني انت لو شفت عندي في الكونتنت هتلاقي مثلا انت كنت عامل سيشن بتقول ايه؟ اعملوا فيديو تو ستايل، يعني تستايلوا اه. طريقه. رحت عملته. لا اعملوا مثلا ان حد يعمل عندكم ريفيو، بعتوا الدريس لحد بنت عملت لي عليه ريفيو، اعملوا كذا. يعني اي حاجه انت بتقولها يعملوها كوبي لو سمحتوا. هي المشكله في ايه؟ هقول لك على حاجه. انا ازاي بتوقع نجاح براند معين؟ وازاي من الاول قلت لك البراند بتاعك ان شاء الله هينجح؟ علشان بتبقى هي راجعه بشكل اساسي لجزئيه الشخص ده عنده انضباط ان هو يشتغل ولا لا. لان معظم الناس بتكون بتشتغل هي متوقعه ان هم يحطوا مجهود قليل قوي وهيجيبوا قدامه نتيجه جباره. وهي اللعبه بالظبط. مش كده. يعني هي اللعبه لو كده كان زمان اي حد عملها ونجح فيها. انت ايوه. شاطره قوي ان انت من البدايه فهمتي ان انت محتاجه تحطي افرت خرافي مم. عشان تلقائي هتلاقي قدامها نتائج خرافيه. ايوه. او يعني انت لسه برضو ستيل في البدايه ما شاء الله عليكي، وحاطه الافرت ده، وانا واثق ان انت مش بتبصي النتيجه النهارده عامله ازاي، انت بتبصي كمان سنه او اتنين عشان انت بتبني بزنس حقيقي. فانت ما شاء الله لو جينا نبص عندك على الاكونت، في افورت محطوط، في مجهود مم. محطوط، في فيديوز متصوره، وكل شويه في كونتنت وناس اشترت. فانت حطيتي مجهود كويس. مم. فانا واثق ان كل فيديو من دول اتليست خد منك ساعه وانت بتحاولي تصوريه، وساعه تانيه بتحاولي تجيبي الفكره، وساعه ثالثه بتحاولي تظبطي السيت اب. الموضوع مش سهل. انت فهمت ايوه. ده كويس. فتلقائي هتجيبي نتائج احسن من اي حد تاني بيشتغل، لان انت حطيتي مجهود اعلى من اي حد تاني بيشتغل. ايوه. بس هي دي الحته اللي انا محتاج اشيد بيها في الطريقه اللي انت اشتغلتي بيها. ايوه فاهمة. تعالي نيجي بقى الحته بتاعت الادز. ماشي. احكي لي بقى الجيرني كانت عامله ازاي، والبروسيس بتاعتك في الادز كانت عامله ازاي؟
ماشي. هو انا في الاول بدات اول كام يوم كده لا ما بعملش ادز، ومش لسه ما فهمتش الفكره. واصلا ما كانش في دماغي فكره الميديا باير ان انا اجيب حد يعملها لي، لان انا قلت ايه، انا باخد كورس، انا معانا استاذ احمد والدنيا هتمشي حلو وبتاع. بس الحقيقه لا، الموضوع كان يعني كان صعب عليا في الاول قوي. امم. فبالتالي برضو آية بعتت لي رقم حد كويس جدا جدا جدا، وبالتالي ده احسن حد انا اتعرفت عليه يساعدني في الاعلانات، ومرضاش ياخد اي فلوس بصراحه في الاول، وكانش يعني امم. وعمل لي بقى البيكسل، وعمل لي الكامبينز وكده. وبعدين عرفني بقى على بنت اوكي. هي دلوقتي بقت معايا كميديا بار، وبنتحاسب بقى بالشهر وكده، وهي اللي شغالة معايا بصراحة. احكي لي بس بقى اول شهر المبيعات كانت عامله ازاي؟ ماشي. بص، عشان انت اصلا يعني انت واقف، كنا احنا باعتين ان هما كانوا 100,000. اوكي. انا عايزة اقول لك ان الشهر ده انا زودت عليهم 200,000. اوف ما شاء الله. يعني انت بقى دلوقتي توتال 300 الف جنيه سيلز؟ بالظبط. اوف ما شاء الله ما شاء الله عليكي. طيب احكي لي بقى، 300 الف جنيه سيلز دول انت يعتبر البروفيت مارجن كام في المية؟ بص، هو انا بصراحة يعني انا عايزة اقول لك على حاجة. انا انا كل اللي انا بعمله مش معايا يعني، بعمل ان انا ريستوك، مش بعمل حاجة ان انا ازود او اعمل حاجة. اه يعني انت مش بتزودي برودكتس جديده دلوقتي، كل اللي انت بتعملي ريستوك من القديم. بالظبط. وانا يعني انا اصلا يعني ده السؤال اللي كان عندي، انا مش عارفة اظبطها ان انا ازود ديزاين. هنيجي دلوقتي للحته دي وهحل لك كل المشاكل اللي عندك. بس انا عندي حته اخيره. انت دلوقتي قلت لي ان انت عملتي 300 الف جنيه سيلز على مدار 73 يوم. 73 يوم، والفتره اللي حصل فيها بيك كان في اخر فتره عامله ازاي؟ بص، هو يعني مثلا اخر شهر امم. آه، اللي هو انا كنت يعني بص، انا عندي اللي هو الافريج اوردر فاليو 1910. ماشي. حلو. فانا في الفتره يعني كل الفتره اللي فاتت دي انا بعت 100 حاجه و40 اوردر. ماشي. بالتالي هم دول اللي هم عاملين حوالي 290 الف. اوكي ممتاز. تمام. ف لو انت بتسأل على اعلانات، فانا من ساعه ما بدأت صرفت حوالي 32 الف اعلانات، اللي هو بصرف في اليوم 700 مثلا. 32 الف جنيه اعلانات، وعامله مبيعات بحوالي 300 الف جنيه، صح؟ اه بالظبط. فاحنا كده بنتكلم رؤز او ريتيرن على اد سبند حوالي 9، which is ده ممتاز. بالظبط 8.8 صح. ممتاز ممتاز ممتاز، برافو عليك والله. خلي بالك ده دي نسبه كويسه جدا، وده معناها ان الكونتنت اللي انت عاملاه والبرودكت باك ممتازين. ايوه طيب الحمد لله. حلو قوي. انا هاخد منك حاجه اخيره قبل ما نبدا بقى نتكلم في المشاكل والتحديات اللي في البيزنس بتاعك. لو هتدي مم. نصيحه من الفتره بقى اللي فاتت كلها، الرحله اللي فاتت كلها، لحد لسه بيبدا، هتقولي له ايه؟ ومش بيدور على شورت كات، حد لسه بيبدا وعايز يبدا بدايه صح، بس عايز نصيحه من حد برضو كان لسه من شهرين في نفس الحته بتاعته. طيب حد ده يعني لو احنا بنتكلم على اللي هما معانا في الكورس. هنا وهنا. طيب انا بجد بجد النصيحة لو في حاجة هقولها، كوبي الكلام اللي سيجما بيقولوا، ان هو لو مثلا قال اعملوا فيديوز بشكل كذا اعملوها بشكل كذا، لو قال ما تغلطوش كذا في المصنع. يعني حاولوا ان انتوا تشوفوا الكورس بجد يعني، وانتوا بتطبقوا احسن ما تتفرجوا عليه وتنسوه وهكذا. لان انا يعني انا فعلا اهو بطبق، واوريدي في حاجات اللي اتفرجت عليها في اول كورس نسيتها. امم. بس يعني انا لو في نصيحة، كوبي الكلام اللي هو بيقوله. حلو قوي. طب لو نصيحه بره الكورس، يعني نصيحه حاجه انت اشتغلتي عليها وحاسه ان انا محتاج اقولها للناس علشان بجد دي لو هم عرفوها هتفرق معاهم كتير قوي، ايه هي؟ بصراحة انا مش عارفة. بص، هو حظ ان حد يلاقي مصنع كويس يرتاح معاه. اوكي ويعني برضو نصيحة، مثلا غلطتي في اول مصنع ان انا حسبتهم قبل ما استلم الحاجة، وده كان ممتاز. حاجة. وانا فاكر احنا اتكلمنا في ده تقريبا قبل كده. ايه انا فاكر تقريبا احنا اتكلمنا في ده قبل كده لما انا سالتك انت ازاي حطيت لهم الفلوس في البدايه.
بالظبط. انا دفعت يعني فلوس ديزاين كامل باظ، اللي هو اتواب باظت، امم. حرق بالاتنين، ولا هتاخد منهم حق ولا هتاخد منهم باطل. المصانع ما بتعوضش. طبعا. آه. وخصوصا وانت لسه في البدايه. ايوه، تاني حاجه لو في مثلا كشركه شحن، برضو النصيحه دي انا واخداها منك اكيد، ان خلي جلدك تخين في الأول. لو في حاجة ضاعت، حاجة ما وصلتش، حاجة كده، انتوا لازم تتغاضوا عنها، لأن ده يعني بيبقى يعني أحسن الوحشين زي ما بيقولوا. شركة الشحن مش هتبقى كويسة زي ما انتوا متخيلين. عامل بشري في الاول وفي الاخر. بالظبط، فمش هيبقى في ايدينا حاجة نعملها بس كده. ممتاز قوي بجد، انا فخور بيكي جدا. بجد تعالي بقى شكرا. ندخل على على التحديات بقى واللعبكه اللي في البيزنس، عشان نروح بقى للمليون جنيه ان شاء الله. يا رب. قولي لي. ماشي. هو أنا يعني أنا دلوقتي يعني أنا بشتغل، بس أنا شايفة إن أنا مش بسكيل ان انا اكسب. انا عارفه انت هتقولي ايه بصراحه، انا عارفه مم. ردك. انت حلو، هتقولي لا بس انتي وضحي لي اكتر. بمعنى ايه مش بسكيل انا بكسب؟ يعني ان انا عايزه. انا عارفه ان انت هتقولي ما تستنيش مكسب دلوقتي، صح؟ لا لا، مش هقول لك كده خالص. ماشي، انا بس انا حاسه. مش فاهم انت يعني ايه اسكيل لحد ما اكسب، يعني فهميني اكتر. يعني انا الفلوس اللي بتجيلي بعمل بيها ريستوك، بدفعها مثلا للميديا باير، بعمل مش عارفه ايه كذا كذا. امم. مفيش، ما عنديش الفلوس اللي هو المبلغ اللي يخليني حتى اعمل ستوك كبير اقعد ابيع فيه براحتي. انا بعمل اول باول، فاهمني؟ حلو قوي. طيب بصي يا ستي، احنا دلوقتي بنشتغل والريتيرن على الاد سبند بتاعنا عالي 9. ماشي. وده ممتاز. م- المرحله اللي احنا فيها دلوقتي المفروض نعمل ايه بقى؟ م. المفروض ان احنا نعلي الاد سبند بتاعنا. انت دلوقتي اعلي بتقولي فلوس اعلانات. الاد سبند بالظبط. فانت دلوقتي مثلا بتصرفي في الشهر، احنا لو بنتكلم انت قلتي بتصرفي في اليوم 700 جنيه، صح؟ بالظبط. ايوه. طيب ال 700 جنيه دول معناها ان احنا بنصرف في الشهر متوسط 21000 جنيه. م. تمام. تعالي نعلي بقى الاد سبند ده ل 40000 جنيه مثلا في الشهر. ماشي. اوكي. وتلقائي وقتها الريتيرن على الاد سبند هيبدا يقل واحده واحده، هيقل تدريجيا. بس وقتها برضو ستيل هنعمل مبيعات اعلى، فيبقى معاكي اه. بروفيت اكتر. وصلت ايوه. الفكره؟ ماشي. فوقتها ممكن الار او اس بتاعنا ينزل مثلا ل 8، م. بس انت ستيل عامله مبيعات اكتر بكتير. ايوه فاهم. فالوقت ده ابداي علي اد سبند، طالما انت ما شاء الله البرودكت ده معاكي بيبيع كويس، وما شاء الله انت المصنع معاكي مش شغال بشكل كويس فيه وبيريستوك بشكل سريع فيه، يبقى احنا ليه ما نعملش اكتر فلوس منه؟ اتفضل. مصنع اه. مش سريع خالص، هو مريحني، بس هو يعني هي آم، واحدة كبيرة، يعني هي سنها كبير، فهي يعني برضو بتشتغل على مهلها قوي. ويعني مثلا في الأسبوع، لو أنا بريستوك بالأسبوع بتطلع لي ماكسيموم 10، وبتبقى كده سعفاني يعني طب 10. طيب حلو قوي. ممتاز، دي مشكله كبيره قوي. ليه امم. بقى؟ هي كانت كويسه جدا معاكي في البدايه، اه. بس المرحله اللي انت داخله عليها دي هي مرحله سكيلينج. بالظبط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت محتاجه على الاقل مصنع يكون باك اب بالنسبه لك، لما تبقي محتاجه 100 قطعه مثلا في الشهر برضو كبدايه، يقدر ان هو يطلع لك ده بشكل سريع. امم. فانا شايف ان الافورت بتاعك دلوقتي يبدا يتجه ان انت تلاقي مصنع بديل وانت شغاله معاها. ما تستنيش لحد ما العلاقات ما بينكم تبوظ، وانت اه. شغاله معاها دلوقتي تبداي تدوري على مصنع بديل. المصنع البديل ده هتبداي تطلعي منه عينه واثنين وثلاثه وانت برضو لسه شغاله معاها، اه. من المنتج اللي بيبيع معاكي كويس. ايوه. علشان لما تبقي محتاجه تعملي دي ستوك بكميه عاليه للسكيلينج، تقدري بالمكالمه تخلصي ده مع المصنع التاني على طول، وتعملي ده بكميه اكبر. ماشي، يعني انا هبدأ من النهارده ان انا ادور على مصنع تاني يسعفني بالظبط. ان أنا اخلص عدد اكبر، لان انا ده اللي انا بكون شايله همه. يعني انا طيب دلوقتي خليني اسالك سؤال. احنا مم. النهارده لو هنري ستوك مثلا من اكتر درس بيبيع معاكي، حلو. هتعملي ري ستوك بكام قطعه؟ يعني ان انا ابيعه في قد ايه؟ هنعمل ستوك مثلا علشان الشهرين الجايين. عشان الشهرين الجايين؟ امم. لا، هعمل كتير، لانه مثلا يعني انا عندي مثلا الدرس اللي هو نورا دريس ان بينك ده بيباع الحمد لله. مثلا لو انا عملت ريستوك منه ب 30 قطعة بيخلصوا في خلال اسبوع او اقل. فاحنا مثلا بنتكلم محتاجين
حوالي على الاقل 300 قطعه مثلا. علشان نعرف نشتغل بشكل كويس. بالظبط. ده هيضمن لنا ان احنا هنا نروح بقى مش لمصنع صغير او مش لمصنع تحت بير السلم نقعد نقول له محتاجين 50 قطعة ونتكلم معاه ونتفاوض فيهم. لا، انت دلوقتي بقى عندك القوة ان انت تروحي المصنع حجم متوسط انت تشتغلي معاه. هو بس انا حاسه ان ده يعني صعب ان انا الاقيه. لا مش صعب ولا حاجة، ده اسهل بكتير قوي، واقول لك هتعملي ده ازاي. مم. اول طريقة تعملي بيها ده عن طريق جوجل مابس، ماشي. وهقول لك ازاي. انا بدخل على جوجل مابس النهارده، مثلا انا عايز مصنع دريسز مثلا، انا مش عارف اسمها ايه، اتeliهات. لا لا هتكلم مثلا. مثلا على مصنع قطنيات مثلا، ماشي. مم. بكتب على جوجل او على جوجل مصنع اقطان في مصر، مم. بلاقي ناس عامله ليستنج للمصانع بتاعتها بالعناوين بتاعتها في العبور وفي العاشر من رمضان. بضغط على المصنع، بلاقي الشكل بتاع المصنع عامل ازاي. بتكون مصانع كبيره، المصانع اللي بتحط اماكنها وبالشكل ده مصانع كبيره، مصانع ايوه. مسجله، مم. فاهماني؟ فبالشكل ده انا واصل لمعظم المصانع اللي بشتغل معاهم بالشكل ده. ماشي، يعني على جوجل مابس. على جوجل مابس ابداي دوري كده. تمام. اوكي. الحاجة التانية تقدري برضو ترجعي الآية في الجزئية دي وتسأليها عن المصانع اللي احنا بنشتغل معاها في الجزئية بتاعت القطنيات، قصدي في الجزئية بتاعت الدراسس. اه اه. تمام. يعني دلوقتي احنا بنابديت الشيت بتاع المصانع، فأكيد احنا عندنا مصانع تانية في الحتة دي. مم. دول الطريقتين اللي ممكن تعمليهم، بس ماشي. أنصحك تشتغلي بالطريقة الأولى في أسرع وقت ممكن. اوكي. تمام. تمام. بس ماشي. انا يعني دلوقتي مثلا لو انا عايزه ان انا ابدا اعمل 300 قطعه، او ان انا عايزه ابدا اعمل الحاجات دي، انا محتاجه ان انا يكون معايا دلوقتي الفلوس اللي تكفي ده. حلو أوي. نبدأ بقى نشوف الفلوس، احنا معانا كاش فلو قد إيه. يعني دلوقتي انا الحمد لله قلت هعمل في رمضان تو ديزاينز. فانا اشتريت قماشهم وهبدأ في تصنيعهم وكده، فبالتالي انا مش معايا كتير خالص، يعني انا معايا مثلا 40,000 جنيه. طيب حلو أوي، انت دلوقتي عملتي يعني شوية مشكلة، ماشي. ايه المشكلة اللي انت عملتيها؟ سيبك بقى من رمضان او الموسم نفسه، انا بفكر هنا على راس المال اللي معانا. مم. انا عندي لعبتي قايمه على ايه؟ قايمه بشكل اساسي في البدايه وانا لسه ببدا، ان انا افهم ايه الويننج بالنسبه لي، علشان اقدر اسكيل معاه قوي. انت سبتي الويننج معاكي وبدأتي تشوفي منتجات تانية عشان تشوفي هي ويننج ولا لا. اه. فده شويه تحدي. انا شايف ان انت كان الافضل تفضلي تعملي ريستوك من ده بكميات اكبر وتتغاضي عن موسم رمضان، بحيث تعملي كميات اكبر من ده فتبداي تعملي بروفيت. وبعد كده لو لحقنا رمضان نشتغل فيه، لو ما لحقناش خلاص. بص، انا ما عملتش كده بصراحه بالظبط، لان انا وانا بشتري قماش رمضان اشتريت اتواب من البينك اللي انا بشتغل بيه. يعني انا ممتاز. مش اللي هو ما سبتش ان انا هسيبه يخلص وانا هبدأ في حاجه تانية وكده. الأتواب اللي أنت شاريها تعمل كام قطعة؟ أم، حوالي 45 قطعه لا، ممكن 50 قطعه. طيب وأنت لسه عندك في الستوك كام قطعة من البنك اللي بيبيع معاكي كويس؟ طيب وإيه اللي موقفك دلوقتي على الستوك؟ في المصنع هم شغالين. شغالين عليه في المصنع، أم. والمفروض يخلصوا ال 40 قطعة دول إمتى؟ المفروض ان هم هيخلصوا بكره، ان انا اخد 10 و... ماشي. وانا ماشيه بقى. بس هو انا الاسبوع. طب ده سؤال لسه جاي، مش عايزه الخبط خلاص. لا بس أنا عايز أفهم، يعني أنت المفروض، أنت دلوقتي مش أوت أوف ستوك؟ انا اوت اوف ستوك في سايز منهم اه. في سايز منهم أنت أوت أوف ستوك، امم. اللي هو الأكتر مبيعا. اه. طيب أنت محتاجة الفوكس بتاعك دلوقتي بالكامل يروح على الجزئية بتاعت إن أنت تلاقي مصنع تاني يبقى الريستوك بتاعه سريع. تمام، انا هعمل كده. بالكامل. ماشي. علشان يعتبر دي العائق الوحيد او العقبه الوحيده اللي موقفاك انت تقدري تسكيلي. هعمل كده، هدور النهارده. بالظبط، يعني عشان انت كل المؤشرات عندك بتقولي ان انت يلا جاهزه ان البراند يبدا يسكيل في المنتج ده بالذات. مم. فاحنا كده معطلين نفسنا. ماشي. ماشي. يعني فده انا لو مكانك هعمل ده دلوقتي حالا. هعمل كده النهارده والله. يعني انا وانس ان انا بدات ادور على مصنع كبير وبقى معايا فلوس ان انا اعمل قطع كتير، هبدا دلوقتي يعني هبدا اكبر بقى بجد اسكيل، وبالتالي هطلع البروفيت. اكزاكتلي. واللعبه كلها بالنسبه لك يا فرح قايمه هنا. امم. تمام، هي قايمه على ان انت البرودكت ده هو ده اللي البروفيت جاي منه، امم. ده اللي المكسب جاي منه، واحنا لقينا البرودكت ده عندك.
فبلاش تشتتي نفسك. خلاصي حاجات رمضان، بس انا بكلمك على بعد كده. لو انت لسه برضو السيوله معاكي قليله، بلاش تشتتي نفسك في منتجات تانية. مم. لان منتجات تانية معناها تصوير تاني، معناها هنتست ادز تانية، معناها هنقعد تاني لحد ما نطلع الباترون، وبعدها هنشوف العينات، وبعدها نبدأ نصنع. فدي كلها بروسيس طويلة. طويلة صح. بالظبط. طيب احنا اوريدي عندنا حاجة بتبيع. ايوه. ده عارف عامل زي ايه؟ عامل زي ان انا مثلا، يعني مثال ابسط بكتير قوي، عامل زي ان انا مثلا مسجل الكورس ده، ماشي، اه. وببيعه. مم. فانا بعت مثلا لاول 10 اشخاص، فقمت قايل اوف، ده في فرصة ان انا اعمل كورس تاني بيعلم الناس ازاي يعملوا ويب سايتس. مم. والعشر اشخاص اللي اشتروا مني كورس اولاني مبسوطين. طب ما انت ليه ما تبيعش ده ل 100,000 شخص؟ او بالظبط. ليه ما تبيعش ده ل 100 شخص على الاقل؟ فاهمه؟ ايوه. فكري فيها بالطريقه دي. ايوه. بس. ماشي، انا هعمل كده. هي الفكرة كلها بالي كانت ايه، ان انا، انت يعني شايف مثلا توتال السيلز والكلام ده كله على تو ديزاينز. عادي. التو ديزاينز دول اشتراهم كام واحد؟ 148 واحد. ايوه. يعني ولا حاجه. مم. فاهم قصدي؟ انا عارف، انا عايز التو ديزاينز دول. انت تمشي تبقي رايحه فرح كده كاجوالي، تلاقي واحده لابسه الديزاين بتاعك. مم. ده هيحصل لما يبقى شاريهم على الاقل 10,000 واحد، وده سهل تعمليه. ايوه. ايوه. بس هياخد وقت، فاهمه؟ ايوه. وده تأثير تراكمي. بمعنى ان انت النهارده عملتي ريستوك ب 50 قطعه، مم. بعدها عملتي ريفينيو فعملتي ريستوك ب 100 قطعه، بعدها مم. عملتي ريفينيو فعملتي ريستوك ب 200 قطعه، بعدها عملتي ريفينيو ف 400 قطعه. شايفه التراكم ده؟ ايوه. 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 هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيعمل لي الايفكت اللي انا محتاجه. معظم وده. بقى البراندز، معظم البراندز اللي في البدايه بيعملوا ايه؟ هو عايز يثبت ان هو، لا ده انا عندي برودكتس كتير، لا ده انا مش عارف ايه، فيبدا يشتت نفسه ويشتت الفلوس اللي معاه وهو لسه في البدايه. ايوه. فبيتضح ان في الاخر عمل حاجات كتير قوي وما كسبش. صح. لا انا عايزك تكسبي. مم. وما تفكريش قوي في الشكل بتاع البراند عامل ازاي، ما تفكريش قوي اصل أنا نازله بس بتو برودكت، لا اكسبي. فكري ان انت بس بعتي مم. حوالي 200 واحد فقط لا ايوه. غير. انت محتاجه ال 200 واحد دول يبقوا 2000 واحد ايوه. بس. ماشي، انا هعمل كده ان شاء الله باذن الله. انت عندك مؤشر حلو ان انت الريتيرن على الاد سبند بتاعك كويس، معنى كده ان الحاجه دي عليها ديماند مرعب في السوق. ايوه. فانت اللي موقفك ان البرودكت ده يبقى موجود منه كميات كبيره، عشان بدل ما احنا بنصرف 700 جنيه في اليوم، ودي المعادله البسيطه، بدل ما احنا مم. بنصرف 700 جنيه في اليوم، وال 700 جنيه في اليوم ده احنا بنتكلم، ال 700 جنيه في اليوم اللي انت بتصرفيها بتجيب لنا حوالي 6300 مبيعات. لا انا مش عايز اصرف 600 جنيه في اليوم، 700 جنيه في اليوم، انا عايز اصرف مثلا 2000 جنيه في اليوم. اوكي. فهتعملي حوالي 18000 جنيه مبيعات. فهمتي ماشي. الفكره؟ فهمت. يعني انا فانت دلوقتي بتفكري فيها كسكيلينج. اه محتاجه اعلي السبنت، ومحتاجه ان انا ادور على مصنع كبير. فقط لا غير. عارفه هتمشي تعملي كده. ما تفكريش في اي حاجه تانية. بس ايوه. مش هنعلي الاد سبند دلوقتي. هنعلي امم. الاد سبند امتى؟ لما يبقى عندنا الستوك. بالظبط. عشان ما تلاقيش نفسك بتصرفي فلوس في اماكن غلط. ما هو دي الفكره، ان انا بصرف يوميا فلوس وانا عندي حاجات اوت اوف ستوك، ده بيخسرني. طبعا طبعا هيخسرك وهيقلل الريتيرن على الاد سبند بتاعك. بالظبط. فانت محتاجه تعملي ايه بقى؟ محتاجه، انا في الكيس اللي انت فيها زي ما بقول لك، هتلاقي مصنع وتعملي ريستوك معاه، الى جانب المصنع اللي معاكي ده اوعي تخسريه. اكيد. ماشي. بالظبط، هتلاقي مصنع تعملي ريستوك معاه. وحاولي البروسيس دي تتم في اسرع وقت ممكن بقى، حفركي وانت ما شاء الله يعني بحفركي كويس. الحاجه اللي بعد كده، الحاجه اللي الستوك معاكي، ابداي علي الاد سبند. ووقت ما الستوك يبقى معاكي اعملي كرييتيف جديد، قولي فيه ان الاور توب سيلينج دريس واللي كان اوت اوف ستوك بقاله مثلا شهر دلوقتي اه. باك تو ستوك، وكميه قليله قوي. اه. اه. فحاولوا اعملوا اوردر بيه. امم. يعني ده يبقى المعنى بتاع الكرييتيف اللي انت هتعملي ده. واعمليه ماشي. دارك اد عادي. اه. وشوفي اه. النتائج بتاعته هتبقى عامله ازاي، هتبقى نتائج مرعبه. هعمل كده ان شاء الله. ماشي. بس ماشي. الحاجات دي لما تبداي تعدليها هتبداي تعملي سيلز كويسه. امم. طب ماشي، هقول لك على فكرة دلوقتي. لو انا ان انا اعمل مصنع كبير، وان انا ازود الستوك بتاعي بشكل كده، هيحتاج مثلا مني فلوس اكتر من اللي هي هتكون تبقى معايا. هل لو انا خدت الفلوس دي مثلا، يعني مش سلف، يعني حد من اهلي، ويعني اختي مثلا اديتهالي، هل ده هيكون حاجة غلط ان انا هيبقى كده زي اتدينت؟ مش ما عارفة. تعمليش كده. يعني شايف ما تعمليش كده. اعملي ده وانت مثلا في البيزنس ده بقالك 3 سنين مثلا ولا حاجه، ففاهمه الانز والاوتس.
اه. اي خطوه ان انت تاخدي فلوس من بره هي خطوه تسرع. كبري نفسك بالفلوس اللي معاكي في البيزنس بتاعك. هو انا الفلوس عشان. اللي معاكي، بصي هقول لك على حاجه. الفلوس اللي معاكي سامحه لك ان انت مثلا تعملي ريستوك ل 50 قطعه بس. مم. اعملي ريستوك ل 50 قطعه. ما هو ده اللي انا فاهمه؟ انا عشان كده ما بعملش ستوك كبير، وعشان كده مش عارفه ان انا ادور على مصنع اكبر وهكذا. لا بس انت عندك مشكله كبيره، ان انت حتى الستوك اللي مش كبير اللي هو 50 قطعه بياخد وقت كبير قوي عما يطلع. ايوه صح. فاهمه؟ فدي مشكله في حد ذاتها. انا عايز اه. اقلل الليد تايم ده علشان مم. ال 50 قطعه دول مثلا يطلعوا في اسبوع ونص، ايوه. فاكون ببيعهم في اسبوع واكون بريستوك في اسبوع تاني. مم. هي دي الفكره اللي انا بتكلم فيها. لا انت بقى دلوقتي بتصنعي في 3 4 اسابيع مم. عشان تعملي 50 قطعه، فده بيضيع مننا وقت كبير قوي. يعني انا محتاجه ادور على مصنع يكون متوسط، ان هو يسمح يطلع لي 50 في وقت قصير، ومع الوقت يسمح برضو يطلع لي 300. لا انت هتدوري على المصنع اللي بيطلع 300 وتتفاوضي معاه وتفهميه ان انت الريس ده انت بايعه منه كميه كبيره وشغاله مع مصنع تاني. مم. المصنع التاني ده بيطلع لك 300، اه. وال 50 دول انت هتطلعيه مع المصنع المتوسط عشان اه. تجربي السيستم فيه ماشي ازاي، عشان المصنع التاني بطيء. اوكي، دي فكره كويسه. وتوريه البراند. ايوه ايوه انا صح صح. ببيع ده وبطلع منه قد كذا، اتفاوضي بشكل كويس. اه. اه. والمرحله اللي انت فيها طبعا لازم تعلمي ازاي تتفاوضي. ما ايوه. تبينيش ان انت ضعيفه. اه. فتبقي بتتكلمي مع المصنع الجديد، انا البرودكت ده احنا بنبيع منه كويس جدا وبنبيع بشكل ممتاز. مم. المصنع اللي معايا بيطلع، مش هتقولي مثلا المصنع اللي معايا بيطلع 10 قطع في الاسبوع، لا. هتقولي المصنع اللي معايا كل اسبوعين بيسلم لي ستوك مثلا ب 300 قطعه. وده بالظبط. بالنسبه لي قليل قوي. ايوه هعمل كده. بالظبط. فانا عايز ان انا ادور على مصنع جديد. فتعالى يعني لو انت بالنسبه لك تمام ابدا طلع لي عينه وهشتغل معاك في الاول 50 قطعه. لو كل اه. حاجه تمام واحده واحده هبدا اخد انتاج من المصنع التاني واحطه عليك. فده هيسمح لك برضو، هيدي هامش ان هو ايه ده، طب هيبقى في انتاج عليا واحده واحده. فمثلا الانتاج اللي بعده هيبقى 70 قطعه، اللي بعده هيبقى 100 قطعه. انا لو اتاخرت فهي تروح تصنع مع المصنع التاني تكمل مع المصنع التاني عادي. هو هيبقى في حته على الحافه. ايوه صح. بس. ماشي، انا هعمل كده ان شاء الله باذن الله، النهارده هبدا ادور. لازم. ماشي. بس هو انا بصراحه ما عنديش سؤال تاني، هو بس كان استفسار صغير، ان انا يعني ان شاء الله باذن الله اخر الاسبوع هطلع عمره ان شاء الله يعني. وبرضو آه. عمره مقبوله ليك. الله يكرمك شايفه. ايوه شايفه، انا متابعاك على الانستجرام بصراحه. الله يكرمك. اه. بس فانا بعمل توصيل سريع، يعني انا مميزه المفروض، يعني انت هتلاقي عندي هايلايت كده فيها الريفيوز، يعني الفيدباكس امم. كلها اغلبها ان التوصيل سريع جدا، الحمد لله التوصيل سريع جدا وهكذا. يوصل في قد ايه فانا مثلا؟ يعني في يومين. ممتاز. انا ما بفتحش حاجه على الويب سايت غير وهي عندي. اوكي. بس فبكتب في الويب سايت ان هو خلال 4 ايام، بس هو في الحقيقه بيوصل خلال يومين. فانا دلوقتي في العمره هضطر ان انا اخليها خلال 8 ايام مثلا، هل ده هيأثر ولا عادي؟ عندي سؤال، هي ليه هتبقى خلال 8 ايام؟ يعني انا العمره هتكون اسبوع، انا هرجع اشحن على طول مثلا، فبالتالي انت هيبقى اللي في. انت، طب ما فيش حد بيشحن مكانك؟ لا، ما انا شغاله كل حاجه. طيب ماشي. ما هو انت الوقت ده انت بقى محتاجة على الاقل تدوري على حد تحطي عنده البضاعة بتاعتك، حتى لو حد من صحابك، وتديله مثلا مبلغ معين مقابل ان هو يكون بيشحن الاوردرات دي اول باول. وتبداي تدوري تدربيه من الوقت. انت هتروحي العمرة بتاعتك امتى؟ يوم الخميس. يوم الخميس اللي جاي. انا شايف برضو تبداي تاخدي جزء من البضاعه بتاعتك تديها لحد من صحابك بحيث ان هو يبدا يشحنها من عنده. الموضوع هيبقى احسن كتير قوي واسهل كتير بالنسبه لك. دي فكره ده كويسه. ده اوبشن بالظبط، ده اوبشن عشان بس ما تعطليش البروسيس بتاعتك، ما يبقاش اه. برضو البيزنس كله ديبندنت عليكي. اه. بس. ماشي، انا ممكن اعمل كده فعلا. بدل ما اخر الحاجه وتبقى اغير. بالظبط. يعني واحده بنت صاحبتك ايه الاخبار، انا عايزاكي تساعديني بس في واحد اتنين تلاته اربعه، هتعملي كذا 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 كذا، والبروسيس بتمشي بالشكل ده. مم. واكيد صحابك هيتمنوا يساعدوك يعني في حاجه زي دي. اكيد، لا الحمد لله اه. بس. ماشي، اوكي. ماشي يا عمر. تمام. تمام. طيب الحاجة الأخيرة اللي أنا محتاجها منك، أنا محتاج منك بشكل أساسي، ودي بقى الحتة اللي أنت يعني من بداية من الوقت اللي بعدين ده هيبقى الأسس اللي أنت شغالة عليه. محتاج منك، ويا ريت تسجلي ده ورايا، رقم واحد أنت تكوني بتسجلي حساباتك
مم. بالتفاصيل المملة. ماشي، أو- بتسجلي الكاش ان، اه. الفلوس اللي داخله لك من شركة الشحن، مم. مش من شوبيفاي، والكاش ايوه. اوت، مم. الفلوس اللي طلعت من عندك. وتبقي طول الوقت عارفة السيولة بتاعتك كام عن طريق ان انت خاصمة الكاش ان من الكاش اوت. ماشي. ماشي، فانت عارفة دلوقتي انا معايا سيولة قد كذا، وتطبقي السيولة دي اللي على اه. الشاشة اللي على الاكسل بالسيولة اللي معاكي على ارض الواقع. ايوه. ولو في عجز في السيولة بقى تبقي فاهمة المشكلة دي فين. تمام. ماشي. مم. طيب الحاجة التانية، ان انت تبدأي اي مرحلة من المراحل اللي انت شغالة فيها دلوقتي يا فرح، تبدأي تسجليها. ازاي؟ احنا مثلا اتكلمنا عن حتة الشحن. مم. انا عايزك تبداي تسجلي فيديو صغير عندك، انت ازاي بتشحني الاوردرات. واعملي ده في فيديو على الموبايل. سجلي احنا اول حاجه بنجيب كذا وبنعمل كذا وبنسوي مم. كذا. ليه بقى؟ عشان لما تيجي تشغلي حد معاكي، مم. هو يبقى شايف البروسيس نفسها شغاله ازاي. اوكي. احنا بنسميها الاس او بي. تمام. مم. طيب على الجنب التاني، لما تبداي ان انت تردي على الرسائل بتاعت الناس، شفتي الردود بتاعتك والطريقه اللي بتتكلمي بيها، مم. حطي ده في جوجل شيت، او ماشي. حطي ده في جوجل دوكيمنت. اه. لما الشخص بيسأل عن السعر بتبعتي الرسالة دي، يبقى تمبلت. ايوه. لما الشخص بيبقى عايز استرجاع بنبعت الرسالة دي تمبلت. ليه؟ لأن مم. انت برضو كمان شهر هتحتاجي تعيني حد يكون بيرد على رسائل، انت تبقي مشغولة قوي مع المصانع، تبقي مشغولة قوي مع التصوير وهكذا. مم. مم. هتبقي محتاجة حد يعمل ده. تمام. أيوة. فده برضو لازم بالنسبة لك يبقى تمبلت واضح وموجود. ماشي. فالمرحلة اللي انت فيها دي انت محتاجة تعملي دوكيومنتيشن لكل البروسيس اللي انت بتعمليها بشكل مانوال وبشكل يدوي، عشان لما نبقى نيجي نهاير حد معانا يبقى يبقى عارف. الموضوع بالنسبة لنا سهل، ويبقى عارف مم. من غير ما ياخد تدريب كتير ولا تبقى انت فوق دماغه طول الوقت. تمام. وعلى الجنب التاني حساباتنا موجودة ومظبوطة. ما تحاوليش تاخدي بروفيت دلوقتي، نصيحة ما تحاوليش تاخدي بروفيت دلوقتي. كل الفلوس اللي بتجيلك تخليها في البيزنس، عشان زي ما قلت لك التأثير المتراكم ده اللي هو التضاعف. مم. فاهمة؟ أي حاجة بتكبر بشكل اكسبوننشال، يعني الاتنين بقت أربعة بقت تمانية بقت 16 بقت، فاهمة؟ مم. لما تعملي كده الموضوع هيكبر بشكل كويس. لكن لما تبدأي من الاتنين دي تاخدي منها واحد، هتبقى اتنين تاني هتاخدي منها واحد فهتبقى صح. ستة. فاهم. فمش هتبقى ماشي. فعالة. ايوه. بالظبط كده. ماشي. مش. دي المرحلة اللي انت فيها محتاجة بس تركزي على الحاجتين الصغيرين دول أوي. مش. تركزي على الباك اند بتاعتك، اه. وتركزي على الحسابات بتاعتك. ايوه. وربنا يا رب يوفقك ان شاء الله. ماشي يا سيجما، شكرا بجد جدا والله، انا فعلا بستفاد. اتمنى تكوني استفدتي. والله و... فعلا اه. ولما تعملي مليون جنيه بقى تيجي تجيبي لي تشتري لي عربية ولا حاجة. ان شاء الله. بس بالتوفيق ان شاء الله. يا ماما شكرا اوكي يا قوي. فرح، يلا مع السلامة. باي مع باي. السلامة.